وبهذه المناسبة كنقدموا الولاء ديالنا والإخلاص ديالنا لصاحب الجلالة محمد السادس. اليوم كانت واحد اللجنة من العمالة ومن النيابة الإقليمية زارت المؤسسة وقامت بمجموعة ديال التدشينات. هاد التدشين كيهمنا منها على الخصوص التدشينات اللي وقعت في القاضي عياض، واللي من خلالها غيتم القضاء نهائيا على البناء المفكك، بحيث أنه سابقا تم تعويض 6 قاعات وبقات 4 القاعات بالبناء المفكك. اليوم كانت زيارة وكان إعطاء الانطلاقة باش يتم القضاء نهائيا وتعويض ال4 القاعات المتبقية. هادشي كله كيجي في إطار واحد السياسة مولوية من أجل إعطاء واحد الدفعة جديدة للتعليم من أجل تحسين الخدمات. وحنا بدورنا سنعمل بكل ما أوتينا من أجل تجويد الحياة المدرسية، من أجل الرقي بالعملية التعليمية والعناية بالطفولة. وشكرا جزيلا للتواجد معنا في هذا اليوم، في هذه الذكرى العزيزة اللي هي ذكرى المسيرة الخضراء، واللي لازم علينا أننا نلقنوا الأجيال الصاعدة هذه الذكرى ونعرفهم بتاريخ الأمجاد ديالهم والآباء ديالهم، وهذا التاريخ اللي غيبقى موشوم في الذاكرة ديال جميع المغاربة. ذكرى المسيرة الخضراء اللي قادها واحد المرحوم الحسن الثاني رحمه الله، الملك العظيم، لأنه استطاع بالفعل أنه يحرر هذه الأراضي، وحنا ما زلنا سائرون على تحرير جميع الأراضي المغتصبة، وما زلنا مصممون على الكفاح من أجل النماء ومن أجل رفع استراتيجية التنمية والعناية بالإنسان. وشكرا لكم.